عضو المجلس، عضو الجمعيه الدوليه لمساندة المساجين السياسيين فرع القيروان. بالله باش نسالوك كيفاش تم الدعوه للوقفه هذه وشكون اللي دعا للوقفه هذه قدام المجلس السياسي؟ هذه الدعوه هي دعوه جات بعد معناتها اصدار العفو التشريعي العام، مرسوم العفو التشريعي العام، وما وقعش تجسيده او ما وقعش تفعيله. بالنسبه لنا نحن الوقفه هذه تطالب من الحكومه والسلطات الموجوده الان باش تفعل العفو التشريعي العام، وهذه الوقفه دي دعت لها جمعيات معينه، ثلاث جمعيات كبيره، وهي جمعيه المساجين، دفاع المساجين السياسيين، ودفاع جمعيه الدفاع ومساندة المساجين السياسيين، وجمعيه كرامه للسجين السياسي، وجمعيه حريه وانصاف. ثلاثه جمعيات هذه اتفقوا في اجتماع لهم بالوقفه هذه، وقفه معناتها حول تفعيل العفو التشريعي العام. ما عندناش غايه من الوقفه هذه بخلاف العفو التشريعي وتفعيل العفو التشريعي العام. احنا كمساجين سياسيين كيفاش تراو التفعيل، كيفاش تراوه؟ احنا تفعيله، احنا نحبوا الناس معناتها بالنسبه للعفو التشريعي العام نحبوا التفعيل نتاعو، ثم معناتها كل انسان ياخذ حقه. احنا كما ظلمنا في عهد السابق ووقع الاعتداء علينا من طرف برشا، معناتها اعتداء علينا برشا، ووقعت معناتها التفعيل المادي ولا معنوي ولا شنو هي بالضبط؟ التفعيل المادي والمعنوي، لان نحن ظلمنا من قبل الثوره، معناتها ماذا بينا ما نظلموش بعد الثوره. احنا نحب حقي وخلينا نصبر. احنا بالنسبه لنا احنا ماناش طالبين توا، على الاقل ثم شباب معناتها اللي وقع توقيفه او سجنه في الفتره هذيك توا ضايع، لا عنده شغل لا عنده شيء، ثم طلبه ثم تلامذه ثم عمال، معناتها الناس الكل قاعده، معناتها فئات كبيره من الشعب التونسي قاعد يقاسي. احنا عملنا الثوره باش تترفع علينا هالمظالم هذه، ولذا بالنسبه لنا احنا معناتها تفعيل العفو التشريعي العام والوقفه هذه ما يضد حتى حد، هي وقفه من اجل تحقيق هدف من اهداف الثوره، هو تفعيل العفو التشريعي العام. تو الحديث برا مثال الشارع المجتمع المدني يقول هما تو رجعوا يخدموا مش يحبوا اخر. صحيح رجع، ثم فئه رجعت، مجموعه هي انواع، ثم ناس ما رجعتش، لان ثم ناس توقفت وما تحاكمتش وقاعده معناتها معطله على الخدمه ومش قاعده تخدم لحد الان، ومعطلين معناتها البلاصه اللي يمشيو يخدموا فيها حتى ما تحاكمش، يعتبر سياسي وقاعد معناتها يصحح، يمشي للشرطه يصحح، وقت اللي هو ما تحاكمش معناتها، وثم اللي يتحاكم بعدم سماع الدعوه، وقعد زاد كيف يمشي، ومراقبه اداريه مسلطه عليه، وضغط كبير مسلط عليه وعلى عائلته. بالنسبه لنا احنا الفئات هذه سواء كانت شبابيه، طلابيه، تلميذيه، عمال، قطاع خاص، الفئه اللي رجعت هي الموظفين نتاع الدوله، هذيك اللي هي الفئه اللي رجعت. وثم بالنسبه للمساجين السياسيين عده فئات، ثم قطاع خاص، ثم المؤسسات مسكر، ثم تلامذه، ثم طلبه، هذوما الكل ما وقعش معناتها ما حسوش الثوره هذه، ما حسوش العفو التشريعي العام هذا. انتم كجمعيه دوليه لمساندة المساجين السياسيين فرع القيروان كيفاش نجموا تخدموا باش للجماعه؟ احنا مش مطالبنا مش تعجيزيه، احنا نحبوا تتوضح امورنا، معناتها تتوضح بالنسبه للمساجين السياسيين، يرجع لهم كرامتهم وترجع لهم حرياتهم وترجع لهم معناتها وياخذوا حقهم. احنا مانيش طالبين فلوس توا، طالبين توضيح، تفعيل ثم بنود في العفو التشريعي العام يقول معناتها نحبوه تتفعل هذه، ونحبوه معناتها تكون واضحه. بالنسبه لنا احنا ما عندناش مشكله مع حتى حكومه ومع حتى عاد، احنا بالعكس احنا تفعيل العفو التشريعي العام ما عندها شيء، معناتها طلب من طلبات الثوره. شكرا.